ظهور المنتخب المغربي بشكل باهت أمام فرنسا بات يطرح عديد التساؤلات، وهنا لابد أن نطرح هذه الأسئلة على كل من يعنيه الأمر، سواء رئيس الجامعة الملكية لكرة القدم أو المدرب المغربي للمنتخب المغربي محمد وهبي، أو كل من هو مسؤول عن الرياضة المغربية. بداية نحيي الجمهور الرياضي المغربي والشعب المغربي والجمهور الرياضي العربي وكل مساندي المنتخب المغربي سواء في إفريقيا أو في آسيا أو في أوروبا أو أينما كانوا. خلافا للمعتاد اعتدنا على منتخب مغربي قوي في كل المباريات في نهائيات كأس العالم التي تقام في الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن مقابلة يوم أمس أو ليلة البارحة تطرح عديد التساؤلات والاستفهامات. لم نلاحظ لاعب واحد خارج عن النص، على الأقل 10 لاعبين غير موجودين في الملعب بشكل كامل باستثناء الحارس بونو الذي أبدع في هذه المقابلة. هذا الغياب كصحفي دولي كمواطن مغربي أطرح التساؤل: لماذا؟ ما هي الأسباب؟ هل لدينا عقدة أمام المنتخب الفرنسي؟ لماذا غابت الروح القتالية؟ لماذا كل المقابلات أبدعوا اللاعبين المغاربة أمام كندا، أمام البرازيل، أمام هولندا، وأمام فرنسا مرحبا بالهزيمة ولكن بروح قتالية؟ لم نلاحظ روح قتالية على الملعب. ما هي الأسباب؟ نريد سبب، والأكيد أن هناك سبب وأسباب. نريد نلاحظ روح قتالية على الملعب. ما هي الأسباب؟ نريد سبب، والأكيد أن هناك سبب وأسباب. نريد أن تكشف للجمهور. لا تقل لي مقابلة. لاحظنا غياب تام للمنتخب المغربي باستثناء الحارس بونو. هذا الأمر لا يمكن أن نقول بأنه التأهل للربع هو إنجاز أو التأهل لنصف النهائي هو إنجاز. لا، نقول أن هناك لعب، هناك هزيمة. غاب اللاعب ليلة البارحة أمام فرنسا. ما سبب غياب اللاعب كرة القدم؟ لاعب كرة القدم ما سبب غيابه يوم أو ليلة أمس؟ عديد التساؤلات تطرح، عديد الاستنتاجات تطرح، ولكن ليست خبر يقين. نريد من المسؤولين. فوزي القجع رئيس الجامعة الملكية لكرة القدم، اشرح لنا
هذا المستوى الذي تغير من أعلى المستويات إلى أدناها. ما السبب؟ يعني لولا الحارس بونو لكانت الهزيمة البارحة تقريبا 7-0. ما هي الأسباب؟ هل هناك شيء أمام المنتخب الفرنسي؟ هل عندما نلعب أمام فرنسا تتغير المعالم والوقائع والأمور؟ نريد أجوبة كافية شافية، لأن اللاعبين المغاربة أمام كل المقابلات الماضية باستثناء فرنسا كانت هناك روح قتالية، كان هناك إبداع، كان هناك تركيز، كل شيء غاب جملة وتفصيلا في المقابلة مع فرنسا. هذا الغياب يطرح عديد التساؤلات. لو كانت هناك روح قتالية وكانت هزيمة من فرنسا سنشجع وسنصفق وسنقول نعم قاموا بالواجب وزيادة، وكانت هذه النتيجة. وفي الرياضة عادي هناك فوز وهناك هزيمة، ولكن غاب المنتخب المغربي ليلة البارحة في الميدان. حضر بالجسد، حضر بالقميص، ولكن غاب اللعب، غابت الروح القتالية. ما هي الأسباب؟ فوزي القجع لديك الجواب، محمد وهبي لديك الجواب، وكل مسؤول عن الرياضة في المغرب يملك الجواب طبعا إذا ما طرحت الأسئلة هذه وغيرها. تحياتي لكم.